سعي دوم طوبى خير رفيق إلى البيت العتيق. أختي الحاجة، هنيئا لنا جميعا هذا الشرف العظيم وهذه المنحة الإلهية الكبيرة. اللهم لك الحمد، وفقتنا لنكون من حقيق بيتك العتيق هذه السنة. اللهم لك الحمد ولك الشكر. وإن كانت من رسائل توجه، فأولى رسائلي أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونحن نضع أقدامنا على الراحلة، أن نتوجه إليه بالحمد الجزيل والشكر الجميل أن وفقنا للمشاركة في الحقيق هذا العام، وهيأ لنا الأسباب وطوع لنا الظروف ويسر لنا الوسائل لتأدية هذه الشعيرة العظيمة. فاحمد الله عز وجل من قلبك، احمد الله واشكره على هذه النعمة كي تتيسر وكي تعان وكي تعظم الله سبحانه وتعالى وتخشع فيها. هذه النعمة عظيمة يغفل عن شكرها كثير من الناس. حينما تشكر الله وتتوجه إليه بالحمد والشكر أن هداك ووفقك لهذه الشعيرة العظيمة، لا شك أنها تعظم في قلبك وأنك تستشعر هذا الفضل العظيم. وحينما تستشعر هذا الفضل العظيم ستعطي بإجادة وستعطي بكثرة، لأن يعني البذل دائما مقترن بالتصور، فحينما تتصور عظم المبذول له سوف تبذل وتجتهد أكثر. ثم من حق الله سبحانه وتعالى أن تشكره على نعمه، ونعمة هدايته لك لتعبده وتذكره لا تفوقها نعمة. فتوجه إلى الله عز وجل بادئ ذي بدء بالحمد والشكر أن وفقك لتأدية هذه الشعيرة العظيمة، وأن جعلك وكتب ذكرك في الحجيج. فاللهم لك الحمد ولك الشكر. والشاكر يزاد، ويزاد من جنس النعمة، أي تزاد يعني تفتح لك العبادات وتعان عليها لأنك شكرت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إلى مهوى القلوب بكل سعي دوم طوبى خير رفيق إلى البيت العتيق. ثم بعد ذلك نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بطلب المغفرة، وأن تكون آكد أذكارنا في هذه المدة الاستغفار. ذكر الاستغفار ينبغي أن يكون آكد أذكارنا هذه الفترة التي تسبق التلبية، تسبق عقد العمرة لمن كان متمتعا، وهو حق أكثرنا في هذه الحملة أن نكون متمتعين. المهم الآن بعدما تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر وتتهيأ لتأدية الحج وللركوب في الراحلة، عليك أن تكثر من الاستغفار حتى تصل إلى الميقات. الإنسان يستغفر في كل وقت وفي كل حين ودبر العبادات، لكن هذه الفترة ركز على الاستغفار حتى تمحى الأغيار وتزال الأغيان من على قلبك، فتتلقى الأنوار بلا عوائق وبلا قواطع وبلا موانع. الإنسان قد يدنس ثوبه ويتسخ قلبه بلمم وبمعاصٍ قد لا ينتبه إليها أو قد نسيها، فعليه أن يكثر من الاستغفار حتى يهيئ في قلبه مساحة لتلقي أنوار الحج. لأن الحج أيها الأحبة نقلة نوعية كبيرة. الحج يعني فيضة نورانية يجب أن نهيئ لها الوعاء، وهذا الوعاء هو القلب، وتهيئته أن يصقل وأن ينظف وأن يجلى، وما ذلك إلا بالاستغفار. فعليك أن تكثر من طلب التوبة وأن تكثر من طلب المغفرة حتى يشرق قلبك بالنور وتكون أهلا لأن تكرم بفيوضات الحج. فأكثر من الاستغفار ليل نهار، داوم استدم يعني الاستغفار وتلذذ بالاستغفار حتى تقف على الميقات. إلى مهوى القلوب بكل سعي دوم طوبى خير رفيق إلى البيت العتيق.